إلى أي مدى هذا الطرح واقعي؟ هذا من أغرب ما سمعت. السعودية منبوذة في محيطها السني، وهي معقل أهل السنة والجماعة، بل هي السنة. المملكة العربية السعودية، أذكرك لعلي أذكر المشاهدين وأذكر الدنيا، لما قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمصالحته وأنزل آلاف من الجبال، آلاف الإرهابيين من الجبال، بمن توسط؟ هل توسط بإيران؟ هل توسط بعلماء غير المملكة العربية السعودية؟ توسط بالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان آنذاك عضو أو إمام هيئة كبار العلماء أو رئيس هيئة كبار العلماء السعوديين. توصل بالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء. توصل بالشيخ ربيع بن هادي، وكان إماما للحديث وكان أستاذا للحديث في جامعة الإمام أو جامعة المدينة المنورة. وجاءت هذه الدعوة المباركة المصالحة اللي من أجلها نزل آلاف الإرهابيين من الجبال. كيف يقال أن السعودية تخرج من محيطها السني؟ بل هي أهل السنة، بل هي معقل أهل السنة والجماعة. السعودية يا جماعة، السعودية هي من أنقذتنا من الإرهاب. من قاطعنا، السعودية أم إيران؟ عندي شهادة حية لسيد أحمد غزالي، يقول في شهادته، يقول أن قطعنا إيران لأن إيران كانت تمد الإرهاب بالسلاح. وبالفعل قام الرئيس الراحل بوضياف رحمه الله تعالى في 1993 وقاطع إيران ولم يقاطع السعودية. أما بالنسبة إلى موضوع المسجونين وأنها سجنت العلماء والدعاة، أولا سجنتهم بمذكرات قضائية. ثانيا سلمان العودة، والذي ذكرت أنه لم يسجن من أجل هذا الذي ذكرته أنه سجن من أجل تغريدة، خطأ، بل سجن لأنه رئيس تنظيم التغيير الدولي الذي يرأسه عزمي بشارة، والذي يريد قلب النظام في السعودية، ليسمى مؤتمر التغيير الذي أقامه في الدوحة، فهو يريد قلب النظام. لذلك الدولة السعودية سجنته، فهو لا داعية ولا علم، وليس من أجل تغريدة كما يشاع ويذاع. والدليل موجود في اليوتيوب، موجود. سلمان العودة رئيس مؤتمر التغيير الذي يهدف إلى تغيير أنظمة النظام أو الأنظمة في الدول العربية، فهو خطر على الداخل السعودي والخارج السعودي. ولو كتاب اسمه حديث الثورة، ويعلم الناس كيفية مواجهة الغاز مسيل للدموع. هذا هو سلمان العودة، وليس من أجل تغريدة كما ذكرت. العلاقة الجزائرية السعودية علاقة الأخوية القوية جدا، والتي لا يمكن أبدا أن تتأثر مهما كان، لأن المملكة العربية السعودية بلد استراتيجي، بلد قوي، لا يمكن للجزائر أبدا أن يسمح في السعودية ولا السعودية أن تسمح في الجزائر. فنحن أمة واحدة وبلد واحد. فالدولة العربية الوحيدة التي أو من بين الدول العربية التي وقفت معنا في الثورة، والتي أصدرت طابعا، والذي طبعا في حج 1957 رفعت شعار اسمه حج الجزائر. والملك سلمان الذي كان آنذاك حفظه الله، الذي كان آنذاك ملك أظن كان واليا على الرياض، أصدر شعارا اسمه حج الجزائر، وجمع تبرعات لصالح الثورة الجزائرية. فلا يمكن لهذا أن ينسى للمملكة العربية السعودية العظيمة أبدا. الشق الثاني من الجواب هي الملفات الأخرى السياسية، مثل اليمن، مثل القضية الفلسطينية، ومثل أيضا محاربة الإرهاب وغيرها. أعتقد أن هناك نقاط اتفاق كثيرة بين الجزائر وبين السعودية. إن شئت نتكلم عن اليمن من عقيدة الجيش الجزائري والدفاع الجزائري له عقيدته أنه لا يحارب خطوة واحدة خارج وطنه، وهذا ليس له علاقة مع أو ضد، ليس ضد إيران ولا مع السعودية ولا ضد السعودية مع إيران ولا شيء. الجندي الجزائري ليس له عقيدة أنه يقاتل خارج بلده، هذا انتهينا منه. أما قولك مؤشرات علاقات السعودية مع إسرائيل، فهذه والله العظيم أنا رأيت العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء تركيا وليس في السعودية. مصنع لوكهيد الأمريكي في تركيا وليس في السعودية. لا، ولكن ليس موضوعنا تركيا الآن. يعني أين هي يرفرف في العديد من الدول المؤشرات التي ذكرتها من علاقة التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يوجد إلا في الواشنطن بوست، وهي ليست جهة قضائية، وفي الجزيرة، وهي قناة يعني إخوانجية عدوة للجزيرة. لا يوجد أي شيء رسمي، لا هي وثيقة رسمية ولا تصريح رسمي ولا فيديو رسمي، لا يوجد أي علاقة.
بل عداءنا لإسرائيل نفس عداء السعودية لإسرائيل، ونحن نتفق اتفاقا جذريا كاملا في هذا الموضوع.